السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة هنعمل كفتة الحيتي بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة جدا، كلها موجودة في البيت ان شاء الله. والطعم والريحة حكاية 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 والله، هي من عند الحيتي بالظبط. انا هقول لكم ايه سر تتبيلة الحيتي وايه سر الريحة والطعم اللي بيعملوا الحياتي عشان تطلع الحاجه بنبقى ملهوفين كلنا عليها وبنحبها. خلاص زمن بقى ان احنا نروح عند الحياتي دي روح يعني، ولا خلاص. انا عندي كيلو من اللحمه البقري العاديه اهي. الراجل زي ما يديهالك يعني، طبيعي هو بيبقى حاطط فيها دهن. وعندي نص كيلو من اللحمه الضاني، كده يبقى عندي كيلو ونص من اللحمه. اول مكون هحط عليها هو البصل. انا عايزه البصل دوت معصور منه الميه وما فيهوش ولا نقطه. الحته الكبيره دي انا هشيلها، طلعت كبيره كده مش عارفه فلتت مني. هنحط القشر بتاع البصل او تفل البصل بس، لكن الميه لا، زي ما انتم شايفين هي ناشفه جدا اهيت. عندي كمان حزمتين من البقدونس انا مقطعهم رفيع جدا. انا عايزاهم رفيع عشان ما يبانش الورق فيه خالص، مش عايزه الورق يظهر ان ده بقدونس ولا كزبره، بس هو بقدونس. المكون التاني اللي انا هحطه، هنحط 3 معالق من الدقيق، لكل نص كيلو معلقه من الدقيق. وهنحط زيهم كمان نشا، يبقى 3 معالق دقيق 3 معالق نشا. الحاجات دي عشان تمتص كل السوائل. لما انا هعمل لها حاجه كده في نص الفيديو هتعرفوها ان شاء الله ايه السر اللي بيخليها الطعم والريحه جميله زي الحاجه، وكلهم بيبقوا ملهوفين عليها. حطيت 3 معالق من النشا، وهحط دلوقتي معلقه من البيكنج باودر. دي معلقه صغيره من البيكنج باودر حطيتها عشان الكفته ما تكونش مكتومه، عشان حتى لو الدقيق هيكتمها شويه ويشيل السوائل، لا البيكنج باودر هيحاول يخليها كده فريش وفرافيش. الطعم هيعجبكم جدا ان شاء الله. حطيت معلقتين من الملح، طبعا الملح دوت ايه على حسب تذوقه، بس طبعا ما في حدش بيدوق اللحمه عشان بيبقى فيها حاجات كده مش مظبوطه قبل ما تستوي، ما ينفعش ان احنا ندوق اللحمه. حطيت معلقه من القرفه، معلقه صغيره من القرفه، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وكمان عندي معلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر. انا دايما بخلط الاتنين دول على بعض، عاملين ميكس يعني. بصوا بقى، هنبدا نعجن دي لحد لكاكين، بواني، بوكسات، اي حاجه اللي عايز يضرب يضرب. بصوا لحد ما هوريكم شكلها متجانسه جدا جدا جدا، يعني شكلها لما بتعمليها بتبقى عامله زي العجين، عامله ملساء جدا جدا لحد ما نطلع الخيوط اللي فيها. كده انا خلصتها. ابتديت اجيب السيخ بتاعي اللي هو بتاعي اللي بيبقى في كل البوتاجازات دي، اللي بنحط عليه الفراخ المشويه. انا صبعت كل الصوابع عليه. انا طبعا جريت الفيديو لان خلاص انا كده قلت لكم كل المكونات سهله وبسيطه وكلها من البيت، ولا حطينا بيض ولا حطينا اي حاجه من المكونات ديت، وهتلاقوها طعمها جميل جدا. وهنسويها في الفرن من غير فحم ومن غير شوايه ومن غير اي حاجه، هندخلها الفرن بس. هتشوفوا قد ايه هي طالعه جميله. جربوا الطريقه ديت حتى لو في كميه بسيطه، واتمنى ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات رايكم، وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم. شكرا ليكم. انا كده خلصت الصينيه الاولانيه ديت اهي. طبعا هو هيكش عشان الدهن هيسيح، فاللي هيتبقى اللحمه بس كان طعمها يا جماعه والله فوق الفظيع. هناخدها كده على جنب، وهنروح حاطينها بقى فين؟ في التلاجة. المكون ده هنحطه في التلاجة. الصينيه دي او الصواني اللي هنعملها كلها هنحطها في التلاجة لمده ليله كامله. يعني انا بصور حتى بالليل. انا بص عملت الصينيه ودي والصينيه دي، كل دول هحطهم في التلاجة، وهبدا اسويها تاني يوم الظهر بقى. يعني هي قعدت تقريبا ممكن يكون 8 14 15 ساعه عشان تديك الطعم والريحه والجمال بتاع الحاتي. لان دايما الحاتي بيبقى حاجته كلها جاهزه، هو بياخد ويسوي على طول، راكنها في التلاجة. تمام. انا كده سويتها، حطيتها على الفرن في الرف اللي في النص، وطلعت بالشكل ده يا جماعه والله طعمها جميل جميل. بصوا كميه الدهن اللي نزلت منها. ابتديت ارصصها في الصينيه بقى عشان نقدمها للغدا. اتمنى يكون الفيديو خفيف على قلبكم. ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والتعليق الحلو من ايديكم، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. شكرا ليكم وسلام عليكم، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. باي باي.